نصر شارع الطيران لسه متسفلت ولسه معمول ما بقالهوش يعني اقل من سنه. ادي الرصيف بقى شكله كده، وده مش اول رصيف عدد من الارصفه بنفس المنظر اللي احنا شفناه دوت. المقطع اللي احنا شفناه دوت شارع رئيسي في مدينة نصر، هو شارع الطيران، شارع رئيسي وشارع حيوي، ولسه معمول الرصيف اللي انتوا شايفينه ده ما بقالهوش يمكن اقل من سنة. هو وكاد عدد كبير جدا من الأرصفة، حتى نفس الرصيف ده لما تمشي قدام شوية هتلاقي برضو نفس التكسير ده كده، ومتجمع الحجارة بتاعته، معرفش مجمعينها ليه، تقريبا بتتسرق ولا ايه مش عارفة. مجمعينها كده على جنب مرصوصين وخلاص على كده. العربيات لما كانت بتلف بعيد بقت تطلع على الرصيف وتطلع، والبلدوزرات والحاجات دي تطلع تعدي من كده. فده يعني نوع من الفوضى في الشارع يعني للأسف. والحاجات اللي اتعملت دي بفلوس المصريين. يعني المفروض ان مش عارفة الاهمال دوت يعني طبعا اكيد اللي عمل كده مش عارفة هو مواطن ولا مين ولا ايه بالظبط. مش معقولة كل الأرصفة متكسرة كده. دي الأرصفة دي ما بقالهاش أقل من سنة معمولة، ومتكلفة طبعا مبالغ رهيبة. وبعدين ما فيش أعمال شغالة عشان نقول مثلا إيه، أو مشغلين بيركبوا حاجة. بعدين مش هيركبوا حاجة في الرصيف اللي هو اللي في النص، اللي هو الجزيرة الوسطى في الشارع، يعني هيركبوا فيها إيه؟ لا أنابيب ولا مواسير ولا كلام من ده. وما فيش حد حتى شغال فيها. طب اللي في النص ده شارع، في الشارع الرئيسي ده بتتفحت ليه؟ وبعدين الطوب بتاعه مرصوص متجمع ومرصوص على جنب. وبعدين بنروح نلاقيه اختفى، يعني لما تيجي تعدي عليه تاني ما تلاقوهوش موجود. طب انا مش عارفه في ايه، وفي حاله سرقه مثلا للرصيف ولا ايه، مش فاهمه. والله مش قادره استوعب يعني. بس انا يعني قلت كمواطنه وخايفه على البلد، وخايفه على يعني الفلوس اللي بتتصرف في حاجات زي كده عشان راحه المواطن، ان هي تروح في بلاش يعني.